ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. كتاب النهاردة كان صعب عليا إني أطلع منه حلقة، لأنه كتاب بقاله عندي أكتر من 6 شهور. كل شوية بصله وأقول لسه شوية، وده لأني كنت حاسة إن دخلتي على الكتاب ده هتخليني أواجه موضوع أنا بعافر معاه كتير بشكل محبط جدا، وفي الآخر عادة برجع لنفس النقطة اللي بدأت منها. فما كنتش عارفة هل قراءة الكتاب ده هتخليني أكثر وعيا بمشكلتي، ولا هتحسسني أكتر بالعجز أمام هذه المشكلة؟ هل قراءة الكتاب هتساعدني أرسم طريق إيجابي للتعامل مع الإشكالية دي، ولا هتنكشها وخلاص وتسيبها كده مفشكلة قدامي وواجه الإحباط المتكرر اللي بحسه في كل مرة أحاول أسيطر فيها على استخدامي للموبايل وما يتصل به من تكنولوجيا؟ كتاب حلقة النهاردة هو كتاب يندرج تحت عنوان الصحة النفسية والذهنية How to break up with your phone. الكتاب لكاثرين برايس، وهي كاتبة مهمة في عالم الصحافة العلمية، ليها كتابات كتير، كتب ومقالات في صفحات ومجلات علمية معروفة. وبدأت مشروع الكتاب ده اللي زي ما وصفته إنه عبارة عن خطة أو رحلة من 30 يوم تسترجع بيهم حياتك من تاني. وتحكي الكاتبة عن رحلتها مع كتابة هذا الكتاب، واللي بدأت بإنها حست مع تزايد استخدامها للموبايل بإن في حاجة مش مظبوطة. لاحظت إنها كتير بتمسكه تبص فيه بدون أي سبب، يعني بتبص بس على الدنيا وتفاجأ إن البصة دي أخدت منها ساعة أو أكتر، أو تدخل على الابليكيشن وهي في دماغها حاجة معينة عايزاها من الابليكيشن ده، حل الحاجة شغلاها، أو تدور ورا فكرة نطت في دماغها، أو تشتري حاجة، أو حتى تكون بتشغل نفسها عن شعور معين، قلق أو ارتباك أو زهق، وتفاجأ برضو إنها قضت وقت طويل على الابليكيشن ده من غير ما تلاقي أي إنجاز أو توصل حتى للإحساس اللي كانت محتاجاه من وجودها عليه. بالعكس، ممكن تكون اتضايقت أكتر. وتوضح الكاتبة إنه رغم ملاحظاتها دي، لكنها برضو ما كانتش شايفة إن في حاجة مؤذية بشكل صريح في استخدامها للموبايل. لكن أكتر حاجة كانت بتضايقها هو إحساسها بإنها مغيبة، وإنها بتمسك الموبايل من على الترابيزة قدامها بشكل غير واعي وبدون سبب حقيقي، وكأنها روبوت غير متحكم في تصرفاته. وده كان بيخليها تفوت حاجات كتير في الحياة الواقعية، وتدخل في دايرة من الشعور بالتوهان أو بالضيق أو القلق. وإن بدل ما الموبايل يساعدها على التخلص من شعورها الدائم بالقلق، اكتشفت إن التعرض للموبايل بشكل مستمر بيزود أو بيخلق مساحات جديدة من القلق جواها. كل دي ملاحظات لمشاعر تبدو تفاصيل بسيطة، أو ممكن ما تقدرش تمسكها بشكل قوي وتحط تحتها خط وتقول ها هنا المشكلة. لكن كل الملاحظات دي اترجمت عند الكاتبة بإن في حاجة غلط في علاقتها بالموبايل، وبدأت تلاحظ اللي حواليها ويزداد إحساسها بإن في شيء مش طبيعي. وقبل ما تنسى الكاتبة ما هو الطبيعي في الحياة، قررت تمشي ورا الأسئلة دي وتمشي ورا الفضول اللي جواها، وتحول مشكلتها الشخصية إلى مشروع هذا الكتاب، اللي بتأكد إن الهدف منه مش إن إحنا نرمي الموبايلات، لأن ده مستحيل يحصل، لكن الهدف اللي بتحاول توصله من الكتاب هو إنها تخلق مساحة جديدة للتفاعل مع التليفون بتاعها، مساحة فيها كل ما هو مفيد أو ممتع، من غير ما تحس إنها روبوت، أو إن علاقتها بالموبايل فيه شيء من الإدمان، أو إنه تفاعل هي غير متحكمة فيه. الهدف بالنسبة لها هو إنها تبقى واعية ومركزة في كل مرة تمسك فيها التليفون بتاعها، وتبقى عارفة هي بتفتحه ليه بالظبط وعشان تعمل إيه. باختصار، كاثرين برايس قررت تقفل الأوتوبايلوت أو اللاوعي وتفتح مجال لوعيها وإدراكها وتركيزها في كتاب مكون من جزئين. الجزء الأول اسمه The Wake Up، الجزء الثاني اسمه The Break Up. الجزء الأولاني The Wake Up الهدف منه زي ما وضحت الكاتبة هو إنها تسبب لك حالة كده من الفزع، إنك تتخض من كم المشاكل اللي ممكن يسببها الاستخدام المفرط للموبايلات والابليكيشنز اللي عليه. ولأني أنا شخصياً عندي حالة قلق رهيب من استخدامي واستخدام الناس اللي حواليا للتليفون، وماشية بلم في الأجهزة طول الوقت وأحطهم بعيد واتسحل في ابليكيشنز وارجع امسحها وارجع انزلها واعمل سكرين تايم، وعندي حالة ترقب وخوف وقلق من تأثير الموبايل على حياتنا. ده خلاني أول مرة مسكت الكتاب أقول لا، أنا مش ناقصة فزع، أنا هفوت جزء الويك اب ده وأدخل على طول على الجزء التاني اللي فيه الخطوات العملية اللي هو ذا بريك اب. لكن لما قررت أعمل حلقة نتكلم فيها عن الكتاب، لقيت إني مش هينفع أفوت الجزء الخاص بالويك اب ده خالص، أنا لازم أشارككم التجربة كاملة. ممكن تكونوا عايزين تعرفوا محتويات الجزء ده، مش كل الناس حاسه اصلا ان في مشكله في استخدامها للموبايل. بنسمع الكلام العام بتاع ان السوشيال ميديا بتسبب اكتئاب، وعدد الساعات الطويله على الموبايل بيسبب قله التركيز، ضعف الذاكره، بيأثر على العلاقات الاجتماعيه، والكلام اللي كلنا عارفينه ده. والعناوين دي كعناوين
هي الحقيقة اللي أنا لقيته في الجزء الأول من الكتاب اللي هو The Wake Up. لكن المفاجأة بالنسبة لي ما كانتش في العناوين، المفاجأة كانت في التفاصيل اللي تحت كل عنوان. معلومات وكلام مش عام ولا مستهلك، معلومات تخليك فعلا تدرك بشكل مباشر وبسيط انت ليه محتاج تدخل بقى على الجزء التاني في الكتاب اللي هو الجزء العملي وتاخد منه ما يناسب حياتك. كل عنوان من 3 ل5 صفحات، حاجات صغننة وفي اللذاذة كده. وأول عنوان بيتكلم عن الدوبامين وإزاي إن الابليكيشنز اللي على الموبايل بتستهدف هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة عشان تفضل جرى رجلك إنك تستخدم الابليكيشن. ومن غير كلام نظري يعني، ببساطة الكاتبة شرحت إن الموبايل أساساً بيعتمد ومصمم على فكرة الإدمان، اللي هو إزاي تبقى ما عندكش كنترول على استخدامه، وإنك تبقى منجذب ليه طول الوقت وبتدور على شعور معين بيجيلك من استخدامه. وما يحتاجه وصولك للشعور ده هو وقت وتفاعل بتزيد مدته يوم بعد يوم ومفيش كنترول، وهو ده تعريف الإدمان. وبتأكد الكاتبة على إن لو كلمة الإدمان دي مزعجة فممكن نتجاهلها، لكن الأكيد اللي مش ممكن نتجاهله هو التفاعل الكيميائي اللي بيسببه الموبايل جوانا، دايرة كده من الاحتياج لشعور المكافأة أو إنك حصلت على جائزة شعورية ما، زي الشعور اللي بيجيلنا لما ناخد لايكس وشيرز على حاجة مشيرينها. الشعور بالرضا ده هو إنك حصلت على جائزة. الشعور ده بيتم تفعيله في المخ مع استخدامنا للموبايل. والشركات اللي بتأسس التطبيقات المختلفة الموجودة على تليفوناتنا جزء أساسي من شغلهم هو الحصول على أكبر قدر من وقت وانتباه المستهلك، وإن ده له مسمى في شغلهم وبيقيسوا المعدل بتاعه كل شوية. وده بياخدنا لفكرة إن كتير من التطبيقات السوشيال ميديا ببلاش. ليه ببلاش؟ لأن انتباهنا واهتمامنا وإن احنا نشوف ونتابع هو ده المنتج اللي بيبيعوا بيه وبياخدوا بيه إعلانات تدخلهم فلوس. فبالتالي انتباهك ووقتك كل ما زادوا على الابليكيشنز دي كل ما بقت الشركات دي بتكسب أكتر. فانتباهك هو الهدف. ولو قلنا هنا طب إيه المشكلة في إن انتباهنا يبقى هو الهدف؟ تسترسل الكاتبة وتأكد على إن الانتباه ده هو اللي بيصنع الحياة، واستشهدت بدراسات كتير بتقول إن انتباه البني آدم هو المسؤول عن كل حاجة في الحياة، إنتاجيته، دوافعه، مشاعره، عمق تواصله مع الآخرين وحاجات كتير قوي. فلما التليفون يسرق انتباهك طول الوقت ده بيترجم لكمية حاجات مرعبة كلها ليها علاقة بكواليتي الحياة نفسها. يعني مثلا الكرياتيفيتي، أي حد عنده هواية أو موهبة بيبدع بشكل ما في أي مجال، إبداعه بيتأثر جدا باستخدامه الغير واعي للموبايل. وده اللي بيوضحه الكتاب بشكل بسيط في صفحة واحدة بعنوان الموبايل وعلاقته بالإبداع، وبيشرح فيها إن الإبداع بشكل عام إنك تخرج بفكرة جديدة، تخلق عمل فني، قطعة فنية، تكتب مقال، أي حاجة فيها تفكير أو إبداع، ده بيحتاج إنك تبقى مرتاح مش مشدود ولا متوتر، وعندك mental space، مساحة فاضية في دماغك، رواقة يعني بمعنى أصح، فتقدر تبدع. لكن طبعا مع وجود الموبايل على طول متوصل بالنت واحنا على طول معرضين لكل حاجة بيحدفها علينا، بيبقى صعب جدا انك توصل للحالة الذهنية اللي ممكن تخليك تطلع إبداع في أي مجال، لأن انتباهنا مسروق على طول. أعرف ناس كتير موهوبين في الرسم والمزيكا والشغل اليدوي تقريبا انقطعت علاقتهم بهوايتهم من بعد ما زاد جدا استخدامهم للموبايل. حتى لعب الرياضة بنعمله مع الموبايل، الأكل، التجمعات، مفيش مشهد بنعيشه في حياتنا الواقعية إلا والموبايل في الخلفية، وده بيأثر على جودة أي فعل بنعمله في حياتنا مهما كان بسيط. وده بياخدنا لفكرة تانية وهي فكرة تعدد المهام، إن احنا نعمل أكتر من حاجة في وقت واحد. التكنولوجيا خلت ثقافة تعدد المهام دي شطارة بدل ما تبقى تشتت، وده اللي بينفيه الكتاب في فصل بعنوان أكذوبة تعدد المهام، واللي بيأكد بالدراسات العلمية والحقائق إن مفيش حاجة اسمها تعدد المهام، وإن المخ الطبيعي مش مصمم عشان يعمل حاجات كتير في وقت واحد. يعني مش تمام إن المخ يبقى بيحل مشكلة وهو بيبص على الميل، مش تمام إن المخ يبقى بيعمل رياضة وهو بيبعت مسج، ده مش عادي وما ينفعش يبقى العادي، لأن المخ مش مصمم عشان يشتغل بالطريقة دي. والتشبيه اللي استخدمته الكاتبة عشان توضح النقطة دي بالتحديد هو فكرة إن العربية المانوال العادية عشان تنقل من سرعة لسرعة بتحتاج تهدي العربية عشان تقدر تجيب التالت، وترجع تهدي عشان تقدر تجيب الرابع، وإنك تعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ده بيبقى زي ما تكون بتنقل سرعات العربية المانوال من غير ما تهدي، فطبعا بتحرق في العربية، والحرق في المخ بيخليه متوتر ومجهد طول الوقت. وإن ده يبقى طريقة حياة شخص إنه يعمل دايما حاجات كتير في وقت واحد، ده بيأثر على قدرته على التفكير العميق، وبيأثر كمان على الذاكرة. نسمع كتير قوي موضوع بقيت بنسى، ما بقيتش مركز، ومن أسباب الذاكرة الضعيفة أو التركيز الضعيف هو تفصيصة كده فصصتها الكاتبة في الكتاب في موضوع الذاكرة ده بالتحديد، وهو إن كل واحد مننا عنده ذاكرة قصيرة وذاكرة طويلة. الذاكرة الطويلة بتبقى موجودة في اللاوعي زي شبكة كبيرة مترابطة وبتزيد وبتكبر مع العمر والخبرات والتجارب، وهي شبكة مترابطة بشكل بيكون في النهاية الإدراك بتاع البني آدم أو العمق بتاعه.
ومصدر الذاكرة الطويلة ده هو الذاكرة القصيرة. الذاكرة القصيرة عاملة زي البوابة اللي بتدخل منها المعلومات والأحداث اللي بيمر بيها الشخص، وبيختار إنه ياخد منها ما يدخله ذاكرته الطويلة. والمعلومة اللي بيقولها الكتاب في موضوع الذاكرة ده هو إن لما تبقى الدنيا زحمة قدام الذاكرة القصيرة، معلومات كتير، أخبار، فيديوهات، مشاعر متضاربة، أخبار حزينة، مفرحة، مربكة، غريبة، تعليقات، كل ده بيخلي الدنيا زحمة جدا قدام الذاكرة القصيرة. فالذاكرة القصيرة بتهنج وبتفقد القدرة على إنها تفلتر وتدخل حاجات للذاكرة الطويلة، فبالتالي بتلاقي إن ذاكرتك الطويلة والشبكة بتاعتها بطلت تكبر، وبنبقى عايشين بالذاكرة القصيرة اللي هي بتوقع الحاجات بسرعة ومش بتربطها ببعضها، فتلاقي نفسك تايه ومش مركز كفاية. وده بنشوفه كتير جدا في حياتنا وفي حياة اللي حوالينا. وطبعا الجملة الأشهر اللي وقفت عندها في عناوين الجزء ده من الكتاب والمرتبطة بشكل كبير بعنوان الذاكرة، مصطلح بيعدي علينا كتير مؤخرا، وهو attention span. attention span اللي هو فترة الانتباه. مساحة انتباهك، مدتها، عمقها، بتتأثر ازاي مع الاستخدام المفرط للموبايل. أول حاجة في الحياة لفتت نظري للمصطلح ده لما رحت أشوف فيلم الحريفة 2 في السينما، واتفاجئت إنه عاجب الناس كلها، في حين إن أنا عاجبني الجزء الأول أكتر. كانت مشكلتي الأساسية مع الجزء الثاني من فيلم الحريفة إني مش لاحقة أعيش مع الأحداث. تحس إن في حد عمال يشيلك ويحطك في تقطيع طول الوقت وبسرعة. كل حاجة في الفيلم، كل حدث، كل شخصية جابوها من الشخصيات المعروفة، كله بسرعة ورا بعضه، وكأنك دخلت السيرك والراجل بيطلع لك من الطاقية كل شوية حاجة، مرة أرنب، مرة وردة، مرة بيضة، فتبقى قاعد طول الوقت متحمس مترقب، مفيش استغراق في أي فكرة أو إحساس أو حدث. وده بالنسبة لي مش مود الفرجة على الأفلام، لكن ده بالنسبة لي ممكن يكون بالنسبة للجيل الأصغر الموضوع ممتع جدا. ولما اتناقشت مع الناس اللي معايا حول الفكرة دي، قالوا لي مصطلح الاتنشن سبان، وازاي ان الجيل الحالي اللي بيتفرج على شورتس طول الوقت وبيتعامل مع نوتيفيكيشنز كتير ورا بعض، طبيعة فرجته وإيقاعها أصبح بالشكل ده. والفيلم ده موجه للسن الصغير، فلازم عشان يحافظوا على انتباه المشاهد اللي هم متوجهين ليه يكون الفيلم متناسب مع فترة الانتباه بتاعتهم، فترة الانتباه اللي يقدروا فيها يفضلوا مركزين. وان الأحداث لو مدتها زادت عن كده، المشاهد الحديث هيفقد تركيزه مع الفيلم وهيقع منه. فممكن يكون الفيلم المشدود دلوقتي أصبح بالشكل السريع ده عشان قدرة الإنسان على الانتباه والتركيز قلت مدتها عن زمان. وبين كلمة زمان ودلوقتي أرجع وأفكر، هل فعلا كل ده يعتبر مشكلة ولا تغير في أسلوب إيقاع الحياة؟ وهل شعورنا بأن في حاجة غلط والأثر السلبي اللي كلنا حاسينه من استخدام الموبايل ده مجرد أرياف التغيير والخروج عن المألوف؟ وهو تغيير كبير جدا الحقيقة وسريع في كيان الإنسان نفسه. ولا هل اللي بيحصل هو فعلا حاجة سلبية؟ وهل كمان 20 سنة هيزول كل الصراع ده بين اللي كان واللي بقى موجود، وهتستقر الأمور على كل ما هو سريع وحديث، وتطلع بقى دراسات وأبحاث جديدة تلغي كتير من اللي بيتقال حاليا، وهننسى الإنسان الرايق اللي كان بيعمل حاجة واحدة في وقت واحد؟ حقيقي مش عارفة ولا قادرة أتوقع اللي هيحصل قدام. بس حاليا يلا نكمل الكتاب وندخل بقى على الجزء الثاني، The Breakup. ده الجزء العملي واللي الكاتبة محدده له 30 يوم، كل يوم بتعديل معين لحد ما توصل مع القارئ لشكل علاقة من المفترض انه يكون صحي اكتر ومناسب للحياة الطبيعية للإنسان. وده طبعا الجزء الأكبر في الكتاب، صفحاته تقريبا ضعف الجزء الأولاني، وده لأن فيه الخطة كلها، سلسلة من الخطوات. ومن أولى الخطوات دي إنك تراقب علاقتك بالموبايل، تركز على مدار يوم كامل وتشوف ايه اكتر ابليكيشن بتتسحل فيه، ايه اكتر ابليكيشن على الموبايل بتستخدمه، امتى بتمسك موبايلك بشكل غير واعي، ايه الشعور اللي بتروح منه لمسكة الموبايل، هل هو شعور بالقلق ولا توتر فبيخليك تمسك الموبايل كنوع من الهروب، ولا هو شعور بالملل فبتبحث عن حاجة فيها حماس او سعادة، او شعور بعدم الرضا فتمسك الموبايل على امل ان الشعور ده يتغير بشكل ما. وهل بتحس احسن بعد ما بتعمل اي تفاعل مع الموبايل؟ مش بس المشاعر اللي بتراقبها في الايام الاولى دي، انت كمان بتراقب سلوكك العام على الموبايل. يعني هل بتفتح الموبايل وانت قاعد مع ناس؟ هل الموبايل هو اخر حاجة بتفر فيها قبل ما تنام؟ هل بتبعت رسائل وانت سايق؟ حاجات كتير في اول 3 ايام ان هم عبارة عن انك بتوصل لنوع من تقييم او تحديد او توصيف لشكل علاقتك الحالية بالموبايل. وبعد انتهاء فترة الملاحظة دي بتيجي بقى مرحلة تانية بيكون فيها خطوات كتير متتابعة. اولها انك تشيل شوية ابليكيشنز الخاصة بالسوشيال ميديا من على الموبايل، ولو احتجت تدخل عليها لسبب ما تدخل من اللابتوب. وخطوات تانية كده عملية بتحس فيها بتغيير حقيقي في تفاعلك مع الموبايل. ووسط الخطوات دي بتيجي بقى صفحات منفصلة زي ملاحظات كده، ما بتبقاش تكملة للصفحة اللي قبلها أو اللي بعدها، هي طبعا متعلقة بالموضوع بتاع الكتاب لكن خارج تسلسل الكتابة. ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا وبتكسر أي رتابة أو تقل ممكن تحسه أثناء القراية. زي مثلا صفحة بعنوان www، وهي بمعنى إن إحنا قبل ما نمسك الموبايل نسأل نفسنا 3 أسئلة: What else
why now, what for. what for يعني هتمسك الموبايل دلوقتي عشان ايه؟ هل هتشوف الميل؟ هل هتبعت رسالة؟ هل هتطلب اوردر؟ ايه بالظبط اللي هتعمله؟ why now يعني ليه هتمسك الموبايل دلوقتي بالذات ومش بعدين؟ هل السبب انك دلوقتي في حالة انتظار مثلا في اسانسير في عيادة الدكتور، ولا عشان انت في موقف محرج او مربك فقررت انك تشغل نفسك عن الموقف ده بالموبايل؟ كل ده بيدخل في خانة انك تبقى مدرك انت بتستخدم الموبايل امتى وليه، وما تبقاش شغال على اللاوعي اللي هو انت بتمسكه وخلاص. اما what else ده بتجاوب فيه عن سؤال هو ايه اللي ممكن اعمله في الوقت او في الموقف اللي انا فيه ده غير اني امسك الموبايل. وبتوضح الكاتبة ان انت لما تاخد لحظة تجاوب فيها على الاسئلة دي قبل ما تمسك موبايلك ده بيخليك واعي ومتحكم في استخدامك ليه، لانك غالبا ممكن تجاوب على الاسئله دي وتمسك الموبايل بعدها برضو، بس تبقى عارف ومركز انت ماسكه عشان ايه حتى لو كانت الحاجه دي مش مهمه. ومع الصفحات والخطوات بتلاقي كمان طول الوقت بدايل وحلول، يعني بتقترح الكاتبه حاجات كتير ممكن نعملها لو حسينا ان الخطوات مزعجه بشكل ما. زي مثلا لو خايف تمسح حاجه معينه تعمل ايه، لو خايف تنسى الباسورد بتاعت ابلكيشن معين تعمل ايه. تقترح عليك حتى حاجات في سيتنجز الموبايل تسهل عليك عمليه السيطره على وقتك وحياتك واستخدامك للموبايل. كمان لما تبتدي تمشي مع الخطوات بتلاقيها بتلفت النظر لانك هتلاقي عندك وقت فاضي اكتر مع كل يوم بيعدي في ال30 يوم. وهنا بتقترح على القارئ ان هو يعمل ليست كده بالحاجات اللي ممكن يعملها في الوقت اللي هيتوفر عنده، حاجة كنت عايز تعملها من زمان، ناس كان نفسك تقابليهم وما جاتش فرصة، وغيرها من الحاجات اللي دايما بنبقى عايزين نعملها ومأجلينها. والخطوات اللي بنتكلم عنها دي المعروضة في الجزء الثاني من الكتاب هي بتنقسم لنوعين، يا اما زي اللي احنا لسه متكلمين عنها خطوات ليها علاقه بالابلكيشنز وسيستم الموبايل نفسه، ترتيب الابلكيشنز على الموبايل، ايه اللي في الاول وايه اللي في الاخر. جزء تاني بقى من الخطوات له علاقه بالعادات نفسها، زي مثلا انك تغير مكان شحن الموبايل وتخليه في مكان ثابت بعيد عن مكان النوم او مكان الاكل. ومكان النوم ومكان الاكل دول من الاماكن اللي اقترح الكتاب ان الموبايل ما يبقاش موجود فيهم اصلا، او اي مكان تاني تختاره في بيتك. بس فكره ان في مكان في البيت الموبايل ما بيبقاش موجود فيه دي فكرة من الأفكار اللي اقترحها الكتاب. في اقتراحات تانية كتير لها علاقة بحاجات محتاجين نبطل نعملها، زي مسمى كده عجبني قوي اسمه فابينج. فابينج هو إنك تمسك الموبايل وتعمل عليه حاجة وإنت قاعد بتتكلم مع شخص، أو وإنت متجمع مع قرايبك وصحابك، أو وإنت بتتفرج على فيلم. وطبعا لأن الموضوع مش سهل، يعني لو أنا بطلت فابينج مثلا اللي حواليا ممكن ما يبطلوش، ما احنا مش عايشين في الكوكب لوحدنا، في ناس حوالينا وكلهم من الكبير للصغير ماسكين موبايلات، هنعمل فيهم ايه؟ وبنلاقي فعلا ان الكتاب بيتكلم عن النقطة دي وعن ازاي انك ممكن تدير الموضوع ده بشكل ما، خصوصا لو انت مسؤول، يعني لو انت اب مدرس محاضر، او حتى لو انت وسط اصحابك، يعني ازاي ممكن تشاركهم وتعرفهم باللي انت بتعمله وتحاول تقترح عليهم ان القعدة تبقى من غير موبايلات. ومن اقتراحات الكتاب انك لما تفصل نفسك عن موبايلك ما تسيبوش قدامك على الترابيزه، ان مجرد وجوده على الترابيزه قدامك حتى لو مش مستخدم ده بيتريجر في ذهنك حاله معينه وبيعطل انفصالك الذهني لوقت ما عن عالم الموبايل. فبقى تحطيه في شنطتك، تحطه في درج، ولو قلقانين من فكره الطوارئ او ان احنا ما نسمعوش فكمان في حلول مقترحه لده في الكتاب. ولان الموضوع فعلا مش سهل فطبعا خلال اي خطوه من الخطوات اكيد هتحس بعدم راحه او اريافه، خصوصا في الوقت اللي بتقرر فيه ما تمسكش الموبايل. والكاتبة بتقترح إن الحل مش في إنك تقاوم الشعور ده، ممكن تتقبل الشعور ده وتبقى متوقعه وتكمل بيه خطتك لحد ما هتلاقيه بيقل ويختفي لوحده مع الوقت. وعموما هو أي تغيير مش سهل، لكن التغيير اللي بيتكلم عنه الكتاب هو تغيير حقيقي يستاهل التعب والأريافة أو حتى مجرد المحاولة. مش لازم خالص ناخد الخطوات بحذافيرها أو نمشي على خطة كاثرين برايس لمدة شهر كامل. اللي حبيته في الكتاب إنه غير الخطوات والخطة هو مليان ملاحظات وتكنيكس بسيطة ممكن نعتبرها نقط توازن، زي إن يبقى عندك وقت الصبح مش بتفتح فيه الموبايل قبله. في مثلا اقتراح في الكتاب من تجربة شخصية لواحدة من القراء، هو إن القارئة دي قررت إنها ما تفتحش الموبايل أول ما تصحى من النوم إلا لما توصل للمكتب بتاعها في الشغل، وأول ما توصل شغلها تبتدي تتعامل مع الموبايل. وبرضه من الاقتراحات إن يبقى في وقت بالليل ينتهي عنده استخدام الموبايل اللي هو ساعة أو ساعتين قبل ميعاد النوم. دي تكنيكس بتغير اللايف ستايل بتاعنا وبتفرق كتير. كل تكنيك وكل خطوة بتلاقي مكتوب تحتهم زي هوامش كده فيها تجارب القراء الشخصية مع كل أسلوب أو تكنيك استخدموه ونتيجته معاهم في حياتهم كانت عاملة إزاي. كلها نقط توازن نقف عليها، نتزحلق نرجع نقف تاني، ما نبقاش ماشيين كده وخلاص، نبقى واعيين إن في إيدينا جهاز محتاجين نسيطر عليه بالظبط زي الأكل والنوم، محتاجين نظبطهم بما فيه مصلحتنا، ولو استهبلنا شوية بنبقى عارفين إن إحنا بنستهبل ونرجع بعدها تاني للمعقول. توازن، التوازن في فلسفة ناس كتير هو من أسباب السعادة،
والكتاب ده على قد ما هو دوشة، لكن نقدر نطلع منه بمعلومات وأفكار تفضل زي مسامير في حياتنا نربطها كل شوية على مدار العمر. وبكده مستمعينا نكون وصلنا لآخر كلامنا النهاردة عن كتاب How to Break Up With Your Phone. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.